عندك اشكال تكون عندك الجرأه، خرج عند المواطن. سي بن كيران ملي كان كيكون عنده قرار جريء وعارف بانهم ما غاديش يوافقوا عليه جميع المغاربه، ولكن مضطر تيخرج تيقول ها الاكراهات اللي عندي وها القرار اللي عندي. فعندكم اشكال، علقتوا الدراسه في عدد ديال المهن ديال المدن والكفاءات، خرجوا قولوا للناس الاكراهات اللي عندنا، ولكن الاكراهات اللي عندكم ما عندكمش الجرأه تخرجوها لانها سبه في حقكم. باش ما توصلش الميزانيه وتوقف الدراسه واحد المده اللي هي طويله والناس ما عارفاش شنو واقع، فهذا مشكل. ناهيك عن الاشكال المرتبط بالشغيله، يعني الموظفين الاطر اللي كاينين سواء في هذه المدن ديال المهن والكفاءات، ولا نتكلموا على التكوين المهني بصفه عامه بنظام اساسي مهترئ. يعني ابسط الحقوق ما كايناش. الا جينا للترقي كيوليو رهينه ديال الكوطه سنه باكمل التنقيط السنوي، كيبقى الاستاذ كيشتغل سنه باكملها وفي نهايه المطاف يخضع للكوطه، وهذه الكوطه لا علاقه لها بالنظام الاساسي. نجيو نتكلموا على الترقيات اللي ولات فيها المحسوبيه والزبونيه، الحركه الانتقاليه فيها المحسوبيه والزبونيه، نتكلموا على التغطيه الصحيه، ما كيستافدوش من مؤسسات الاعمال الاجتماعيه محمد السادس ولا يستفيدون حتى من الجمعيه ديال الاعمال الاجتماعيه اللي عندهم ما دايراش شي خدمات اللي ترقى الى المستوى ديال هذه الشغيله هذه. ناهيك عن يعني التقاعد اللي كتبقى فيه 45% من المعاش. هاد الناس كيخدموا 36 ساعه الا قرناهم مع التعليم، وهي الاعدادي 24 ساعه دو تيخدموا 36 ساعه. واللائحه طويله من الاشكالات المرتبطه بالحقوق ديال هاد الناس هادو اللي كيشتغلوا. الا جبنا مثلا على سبيل المثال الاساتذه ديال التكوين المهني كيمشيو يشتغلوا في السجون، كيقريو يعني السجناء ما عندهم لا تعويضات ولا شروط ديال الحمايه ولا حتى شي حاجه من هاد الشيء ما معطيه لهم. السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لجميع المغاربة داخل المغرب وخارجه. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ما خلاش ليا ما نقول هاد البرلمانية تحية كبيرة ليا، تكلمت بكل صدق. ما خافت على راسها، ما خافت من اخي النوش رئيس الحكومة كما كيخافوا الكثيرون. هذه الازمة ديالنا ما كاينش نضال جماعي وما كاينش توحيد الصفوف، لا على المستوى النخب ولا على مستوى المواطنين ولا كل شيء. هذا هو المشكل، هذه الكارثه اللي حنا عايشين فيها. ما عايشينش مع الرجال، ما عايشين. راه قالتها فاطمه البحريه تحيه ليها، تحيه. شفت واحد الفيديو ديالها قالت لك ما لقيتوش الرجال فعلا، وهذا الكلام تاعنا قلته ايضا. هذا هو الكلام. وكتجي تكتب تعليق عادي ولا شي منشور عادي، كيبدا الهجوم عليك، كيبدا السلبيه، كيبدا بزاف الافلام والتخوفيش والخيانه وويل الكحل غارقين في هادشي، في هاد المستنقع ديال الخيانه وديال لي هاكر وديال الجواسيس وديال الويل الكحل. كيفاش بغيتي نطفروا؟ يلا كيفاش البلاد غتقدم؟ البلاد راه كتقدم بالصادقين، الناس اللي ناويين المعقول، اللي غيخدموا فعلا البلاد، ماشي واحد اللي كيحتمي وراء الملك بحال القجع قال لك لا راه هادي من هادشي ديال الكره راه من توصيات الملك، كيحتمي وراء الملك وصافي باش تقلب عليه، باش ما عندك منين دوز ليه. كذلك اخي النوش تا هو راه كيقول لك الملك سيدنا، ديما سيدنا الملك والله يعاون. فهمت؟ هذا هو المشكل، مع الاسف. وبزاف المرايقيه وبزاف المسترزقين اللي بانوا على حقيقتهم كيقدسوا اخي النوش كاع براسو. وبنادم عنده 1000 وجه، ونهار كتجي تاكا ما يعقلش عليك، وكيبقى يمثل عليك بالهضره وكذا زيد من عندك. لهذا فمن الطبيعي رئيس حكومه يستمر بخير. هذاك الشيء علاش كيحضروا عليا انا المشاهدات، ماشي انا بوحدي ولكن انا بزاف. فيديو كيوصل 600. اللي بكري انا الفيديو اللي كان كيفوت 100000 دابا 600 ما كيوصلش 1000. شو هو والله شنو هو. والفيديو اللي مع الدريه الصغيره كما قلت في اللايف السابق
255,000 لحد الان، وداك ديال جي زيد قريب ل 80,000. اش هاد التخربيق هذا؟ اش هاد الحماق هذا؟ على مال الاستخفاف بالعقول على الناس متطين وكتلاهي ومازال كيلاهيو في الشعب. داك قال لكم تسجيل محاكمة أخنوش علاش إهانة العالم، ولا الهاية هادي الكذوب. شكون اللي يقدر يحاكمو؟ نتوما مالكم باغو؟ نتوما الريح اللي جي يديكم، وشحال من واحد كيدفق مع هاد المواضيع التافهه بحال داك النهار مثلا وزيرة الاقتصاد كتفطر ب 2500 كتفطر وتفطر بزعل الكحل. اش كدير في هاد المواضيع؟ راه كيلاهيوك بهادشي. نتوما عيقوا شويه، عباد الله عيقوا شويه. كيلاهيو فيكم يوميا، كل نهار اخبار، وعاد كيلاهيكم بالجرائم عاوتاني. اشطرا اليوم اشطرا غدا وسير سير بقى ملاهي وزيد تلاها مع الكره وزيد وهذا الوقت صافي. عيقوا شويه، عيقوا واهتموا بما هو مهم. ما تبقاوش تشغلوا بشي حاجه غتلاهيكم وما فيها حتى فايده. ما تبقاوش يخليكم تلاهاو. السلام عليكم ورحمه الله.